السلام عليكم ورحمة الله. بعضهم في التعليقات الله يهديهم، يا إما عنده جهل مركب وإما حسد فيه. بعضهم من العوام الله يهديهم. الحين أجيب لكم ما يثبت على بعض اللي عندنا. أطلع يمكن 3 أشياء بس. عندنا المزيد والمزيد لله الحمد، الله مغنينا، ورث أبا عن جد كلها. فأسمع الحديث هذه اللي انتسب لغير أبيه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فإنه كفر. صحيح البخاري وصحيح مسلم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كفر بامرئ ادعى نسب لا يعرفه أو جحده وإن دق. سنن ابن ماجه وغيره، وصححه الألباني السلسلة الصحيحة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. صحيح مسلم. سنن الترمذي. يعني اللي يدعي نسب ما هو له عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، تجي عليها اللعنات. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من ادعى لغير أبيه لم يرح رائحة الجنة وأن ريحها لا يوجد من قدر 70 عاما أو مسيرة 70 عاما. مسند أحمد. سنن ابن ماجه وصححه العلامة الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. أكلمكم عن نسب المشايخ الشيخي، وهذا يقول الدليل النسب على السيد الشريف. أنا بوريكم صك شرعي من الدولة السعودية. الدولة السعودية الله يحفظ حكامها، آل سعود يعزهم يا رب، الكتاب والسنة. هذا الآن نطلع على الصك. الآن تشوفوا قدامكم واضح إن شاء الله. شوف إن شاء الله يكون واضح. بس دقيقة. المملكة العربية السعودية، وزارة العدل، الصكوك الصادمة من المحاكم الشرعية. شوف هنا ايش مكتوب. مكتوب ايش؟ واضح. الشيخي ينتسبون لآل البيت، يتصل نسبهم بجدهم الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ثبوتا شرعيا، وأمرت بتنظيم هذا الصك وتسجيله وتسليمه، فليعلم بالواقع نظم من ضبط لنهاية المجلد الرابع. هذا ختمها. هذا صك الدولة السعودية إثبات على نسب المشايخ. هذا صك واحد، وغيره صكوك عندنا غيرها موجودة لله الحمد. وهذا عندكم. الله ركزوا هنا. هذا الختم الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، السابع، الثامن. دحين يقول لك هذه مزورة. حسبنا الله ونعم الوكيل. إثبات نسب في الشيخ إيش مكتوب؟ الشريف إبراهيم أحمد جميع. هذا نسبه، عمود النسب حقه لله الحمد. عندنا موجود هذا النسب. وأيضا عندنا مخطوطة ورث أبا عن جد. أخذناها ورث أبا عن جد، معلمين أجدادنا وأبانا بنسبنا لله الحمد، عارفينه من زمان. هذه المخطوطة ورث أبا عن جد. شوفوا المخطوطة، تشوفونها مخطوطة ورث أبا عن جد. هذه المخطوطة ورث أبا عن جد، ورث أبا عن جد. السيد الشريف. شوف يقول السيد الشريف. شوف هنا وش مكتوب؟ السيد مين؟ إبراهيم. هنا السيد إبراهيم، هناك الشريف. السيد الشريف إبراهيم بن أحمد بن جميع بن يحيى آل زحيك ابن أبي منصور. يقول له مناصير بهذا الجد: ابن محمد بن يحيى بن أبي الحارث محمد بن عبد الله أبو محمد بن أبو الحارث محمد علي الديلمية أبو الطاهر عبد الله محمد المحدث أبو الطيب الطاهر حسين القطعي موسى بن سبعة الثاني إبراهيم المنتظر الأصغر موسى الكاظم جعفر الصادق محمد الباقر علي زين العابدين الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، كلهم من أهل السنة والجماعة. الله يخلي لنا آل سعود يعزهم. الحمد لله ما عاد يضيع حقه في هذا البلد الأمين. حفظ الله بلادنا، حفظكم الله. بعضهم يسبون في التعليقات، والله إني انشرح صدري، لأن بعضهم عوام وجهل مركب أو في حسد، يسب كلام ولا هو قد له. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. البينة الحجة هي العمدة في الأنساب، رب مشهور على مستوى العالم لا أصل له. الشر الاستفاضة من إثبات النسب، لكن لازم بينة تثبت على النسب هذا. عندنا كثير والكثير لله الحمد، حجج وبينات أبا عن جد ورثناه لله الحمد، مرة غنيين لله الحمد. وسمعت الحديث اللي يدخل في نسب غير نسب. أسأل الله أن يسعدكم يا رب، يحرم وجيهكم على النار
ويسامح اللي علق وسب. أسأل الله أن يسامح ويشرح صدره ويهدي قلبه ويعطيهم ما يتمنون من الخير. وفقنا الله وإياكم، حفظنا الله وإياكم، يسعدكم ربي. شوفوا المشجرة هذه، الله يسعدكم يا رب. مع السلامة.